بصوا يا جماعة، في الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة ده أنا عايز أتكلم معاكم كأخ قبل ما أكون كيوتيوبر بتتفرج عليه أو كأي حد أنت بتتفرج عليه على اليوتيوب. الفيديو ده فعلا لو أنت ربنا بيحبك فاحمد ربنا إن الفيديو ده طلع لك. بصوا يا جماعة، على الغلو الأسعار اللي احنا داخلين عليه، وعلى المزايدات في الأسعار، وعلى ارتفاع سعر الدولار، وطبعا كل حاجة في مصر مرتبطة بسعر الدولار. فإجباري عليك تلاقي مصدر دخل بالدولار، إجباري عليك حتى لو هتاخده مصدر دخل إضافي، ولكن إجباري عليك تلاقي مصدر دخل بالدولار. الدولار بقى عامل مهم جدا في البلد، وزي ما قلت لك إجباري أنت كمواطن مصري أو مواطن عربي عموما لازم تلاقي دخل بالدولار. طيب يا محمد علاء، عرفنا إن أنا لازم ألاقي دخل بالدولار. هو فين بقى الدخل اللي بالدولار ده؟ يعني أغلب فيديوهات اليوتيوب طبعا كلنا عارفين بكده، يقعد يقول لك ايه، تعالى يا باشا واتفرج الفيديو ده، وبعد الفيديو ده بالظبط هيبقى معاك 100,000 دولار. كلام غريب بنقعد نسمعه، ولا أي علاقة بالصحة، وهو بس بيبقى عامل صورة مصغرة. تمام، يعني يعمل لك كام صورة مصغرة ويقول لك ايه، هديك 1000 دولار و2000 دولار، وبعد الفيديو ده هتبقى مليونير ومش عارف ايه، وانت طبعا تتوهم. بص يا صاحبي، هو فعلا في دخل بالدولار من النت، ومن كذا مصدر كمان على فكرة، مش من مصدر واحد. ولكن انا هقول لك المصادر اللي فعلا ممكن تعمل منها دخل بالدولار كويس جدا كمان. اول مصدر اليوتيوب اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي ده. على فكرة اليوتيوب يعني قوي جدا انك ممكن فعلا تجيب منه دخل قوي جدا يعني. كل حوار بسيط جدا، هو انك هتصور زي ما انا بصور كده وتتكلم قدام الكاميرا، واليوتيوب هيدفع لك قصاد ان حد يتفرج على الفيديو فلوس بس. ده الموضوع بسيط. طب هبتدي فيه ازاي؟ ايه المعدات اللي انا هعملها؟ ايه اللي مش عارف ايه؟ مؤقتا لحد ما انزل السلسلة دي عندي في القناة، لحد ما انزلها خش على اليوتيوب ودور، هتلاقي مليار فيديو اتداست كتير اوي بالسلسلة. طيب، تاني مصدر هو انك ببساطة شديدة تبقى فريلانس. يعني ايه فريلانس؟ بص يا حبيب قلبي، طبعا الفريلانس ده مجالاته كتير جدا. يعني ان مثلا فوتوشوب، مثلا واحد محتاج حد يعمل له صورة مصغرة للفيديو ده، واحد مثلا محتاج مصمم يعمل له تصميم اعلاني، واحد كتير. خش في المجال ده وهتفهم منه كتير، وهو خد بالك مجالاته بالهبل. هو الموضوع ببساطة شديدة ان واحد بيبقى على النت محتاج حد يخلص له حاجة، مقابل ان هو انت هتخلص له الحاجة دي هديك فلوس بسيطة جدا. تمام. يعني ممكن مثلا تصميم الصورة المصغرة اللي هو على الفيديو اللي حضرتك شفته ده، ممكن في ناس مثلا بيعملوه ب10 دولار. 10 دولار دول اللي هم عندك في مصر في الوقت اللي انت بتشوف في الفيديو تقريبا عاملين 350 جنيه. فانت اولى اتعلم وشوف. ولكن لو هتخيرني بين المصدرين هختار اليوتيوب. فطبعا مصادر الدخل بالدولار كتير جدا، ولكن انا اخترت لك مصدرين اللي انا فعلا شغال فيهم، والحمد لله رب العالمين خدت منهم مقابل كويس. فانت كمان تستاهل مقابل زي مقابل كويس ومقابل قوي جدا كمان. بس يا شباب، دي كان فيديو النهارده. وطبعا لو انت حابب نتكلم عن حاجه معينه، اي حاجه بتساعد ان احنا نحسن في حياه الشباب، يا ريت تكتبها تحت في الكومنت. والسلام عليكم، باي باي.